مشاهدينا، هذا جزء من بيان وزارة الخارجية المصرية بخصوص استدعاء السفير المصري لدى تركيا بصفة دائمة. حكومة جمهورية مصر العربية اليوم 23 نوفمبر 2013 الآتي: أولا، تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى السفراء إلى مستوى القائم بالأعمال. ثانيا، نقل سفير جمهورية مصر العربية في أنقرة نهائيا إلى مقر الديوان العام بوزارة الخارجية، وخاصة وأنه سبق أن تم استدعائه للتشاور إلى القاهرة منذ 15 أغسطس الماضي. ثالثا، استدعاء السفير التركي في القاهرة إلى مقر وزارة الخارجية اليوم وإبلاغه باعتباره شخصا غير مرغوب فيه ومطالبته بمغادرة البلاد. وإذ تؤكد مصر شعبا وحكومة أنها تكن كل الاعتزاز والتقدير للشعب التركي، فإنها تحمل الحكومة التركية الحالية مسؤولية وتداعيات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من مستوى والتي استدعت اتخاذ هذه الخطوات.